مساء الفل. السؤال الصعب، كولر ولا مانويل جوزيه؟ ناس كتير طبعا هتقعد تشتم وتغلط ومش عارف ايه، ومانويل جوزيه الاسطوره والكلام ده كله. هي وجهات نظر، كل واحد ليه وجهه نظر بتاعته، كل واحد ليه اراء على اي مدير فني او اي لعيب او اي حاجه. بس ببساطه كده تعال نتكلم كده ايه بالعقل. اول حاجه، مانويل جوزيه مسك الاهلي تقريبا، مجموع اللي مسكه كله الاهلي 8 سنين. جه اول مره سنه 2001 2002، لا احمد رضوان وكاستيلو وإيفلينو وشويه ناس كده ايه، عجب العجاب كده موجودين بيلعبوا. قال لك يا باشا انا سلام عليكم انا ماشي، قعد موسم واتكل على الله ومشي. رجع بعديها بسنتين، مسك الاهلي في 2003 لحد 2009، 6 سنين ورا بعض بقى. كان اللي بيشاور عليه او قبل ما يشاور عليه كان بيبقى موجود معاهم في الاهلي. اي لعيب معدي او يرفع راسه كده يجيب جون اي حاجه كان بيبقى موجود في الاهلي. فجوزيه كانت اقوى